ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في دنتال ام كير، معاكم دكتورة مهتاب علي. في الفيديو ده انا هكلمكم عن disagree و agree. يعني اوافق او لا اوافق. طبعا عكس disagree يعني لا اوافق، و agree لا اوافق. المهم، هنتكلم عن شوية افكار كده وعادات موجودة وسط الناس، عن الأسنان والاهتمام بالأسنان والعلاجات المتوفرة في أمراض الأسنان واللثة المختلفة. والأفكار المنتشرة دي يا ترى هي إيه؟ وعايزين نعرف هل إحنا نوافق عليها كأطباء أسنان ولا لأ. فهرفع لكم اللي هي دي، الأحمر مكتوب عليها disagree يعني لا أوافق، والأخضر مكتوب عليها agree. فلما هتبقى حاجة أنا مش موافقة عليها هعمل أحمر كده يبقى لا أوافق غلط، ولو هي حاجة أنا موافقة عليها هعمل أخضر كده اللي هي agree أوافق. بس فزي ما يعني اسم الفيديو بيقول تعرف ايه عن اسنانك. تعالوا نشوف احنا نعرف ايه عن اسناننا، واحنا فعلا نعرف عن اسناننا حاجات صح ولا لا. اول حاجة، بالنسبة لفكرة، انا بغسل سناني اكتر من 5 مرات في اليوم، وبيبقى اللي بيقولها فخور جدا بنفسه خاصة الأطفال. ودي حصلت لي شخصيا، إن جالي طفل وقال لي أنا بغسل سناني أكتر من 5 مرات في اليوم، وكان فرحان قوي. هل أنا شايفة كطبيبة أسنان دي حاجة صح ولا غلط؟ للأسف لا أوافق، disagree. لا، مش من الصح ان احنا نغسل اسناننا اكتر من ال3 مرات في اليوم. هو ما يقلش عن مرتين ل3 مرات، لكن برضو ما يزيدش عن كده. يعني زي ما بيقولوا اللي بيزيد عن حده ينقلب ضده. خصوصا للاطفال، كتر غسل الاسنان برضو آه، ده بيؤدي لنوع من انواع البرد لطبقة المينا على المدى الطويل. وكمان شوية برضو بيأثر على اللثة طبعا على المدى الطويل، وخاصة لو في ناس بتستخدم فرشة ناشفة أو بتستخدم طريقة غلط في إنها تغسل أسنانها، فده ممكن يأثر عليها كمان في فترة قصيرة. فما فيش داعي إن احنا نغسل سناننا 5 6 مرات في اليوم، كفاية قوي 3 مرات في اليوم. لكن تابعوا الفيديوهات اللي فاتت، قلتلكوا نعمل ايه لما ناكل في النص او ناكل سناكس او نشرب حاجة. في حاجات تانية ممكن تتعمل غير اني اغسل اسناني بالفرشة والمعجون. شوفوا فيديو نعمل ايه لأسناننا بعد الأكل. الحاجة التانية، ان فكرة بستخدم غسول الفم كل يوم، وخاصة اللي بيبقى مطهر ده للفم. والناس اللي هي بتستخدم الغسول اللي كان مثلا في دكتور وصفه لهم قبل كده، وكان في مادة معينة بيخلي الالتهابات بتاعة اللثة اللي كانت عندهم تروح، فارتاحوا عليه فبقوا بيستخدموه على طول. هل ده صح؟ للأسف disagree، لا أوافق. مش صح إننا أنا أنتي أي حد نستخدم غسول الفم يوميا، وخاصة من النوع اللي فيه مادة الكلوروهكسيدين. المادة دي مضرة جدا، ما ينفعش ان احنا نستخدم الغسول اللي بيحتوي على المادة دي اكتر من اسبوعين بس. المادة دي مفيدة انها تزيل الالتهابات اللي بتكون في اللثة والجيوب، ولكن مضر ان احنا نستخدمها استمرار على المدى الطويل. تالت حاجة، أنا بحب أروح كل فترة وأتابع أسناني وأكشف عند طبيب الأسنان وأعمل تنظيف باستمرار. اجري، طبعا اوافق. انا اوافق جدا على نقطه زي دي. المفروض فعلا يبقى في متابعه مع طبيب الاسنان باستمرار، سواء كان احنا مركبين اي نوع من انواع التركيبات او عاملين اي نوع من انواع الحشوات، او سواء احنا مش عاملين اي حاجه واسناننا طبيعيه ومش بنشتكي حتى منها. مش بس علشان نكشف ونتاكد ان كل حاجه سليمه، سواء كانت اسناننا او تركيبات مركبينها او زرعه، كمان علشان فعلا نشيل الطبقات والتراكمات الجيريه اللي ما بتتشش ابدا بالفرشه والمعجون، واللي كده كده بتتكون مهما كنا بننظف أسناننا، بس على مدى الطويل ما دمنا بننظفها باستمرار. ويفضل إن هو كل 6 شهور نتابع عند دكتور الأسنان. طيب، أنا عايزة
رابع نقطة، أنا بيجيلنا في الأمهات بالذات، أنا عايزة أعمل لابني أو بنتي تقويم من دلوقتي. يا دكتورة أنا عايزة أعمل تقويم، إيه نوع التقويم اللي أعمله من دلوقتي؟ ممكن يكون الطفل 3 أو 4 سنين وتبقى الأم عايزة تعمله تقويم قبل ما يكبر. هل النقطة دي صح؟ disagree، لا أوافق. فكرة إن أنا أعمل التقويم بدري علشان ألحق الطفل وهو حتى في سن صغير زيادة عن اللزوم، دي فكرة مش سليمة. أنا مش بعمل التقويم لمجرد التقويم. أنا صحيح إحنا 3/4 الحالات بنلاقيها محتاجة تقويم، ولكن مش كل الحالات بتحتاج تقويم. وما ينفعش في سن بدري قوي احدد اذا كان فعلا الطفل ده محتاج تقويم ولا لا، لان بيكون لسه الاسنان بتطلع، ما ترصصتش كلها، العضه ما اتظبطتش، الفك لسه بيكبر. فلازم استنى لسن معين لما بتكون طلعت كل الاسنان الدايمه والفك وصل لحد معين. وده ما بيكونش ان انا هستنى لحد ما يبقى عنده 17 سنه او 18 سنه، ممكن في سن 12 13 سنه. ساعتها اقدر احدد اذا كان فعلا الاسنان مرصوصه كويس والعضه كويسه، ولا وبيبقى واضح بقى في السن ده قوي فعلا في مشاكل ومحتاجه تقويم، واقدر احدد ايه نوع التقويم اللي ممكن استخدمه، وكمان السن المناسب اللي اعمل فيه التقويم ده. وطبيب التقويم المختص في التقويم هو اكتر واحد يقدر يحدد بالظبط طريقه العلاج. انا ممكن احدد، او اي طبيب اسنان في اي تخصص يقدر يحدد اذا كان الطفل او البالغ حتى محتاج تقويم او لا، لكن طريقة العلاج من الافضل ان يحددها اخصائي التقويم. 5، في اطفال بيجوا يفتخروا ان انا واخويا او انا واختي بنستخدم نفس فرشة الاسنان. انا مبقاش عارفة ليه بالظبط هم بيحبوا يقولوا كده، بس بتحصل. هل اوافق على الموضوع ده؟ disagree، طبعا لا أوافق. لا، مش من الصح أبدا أبدا إن أي حد يشارك أي حد في فرشة الأسنان بتاعته، حتى لو كان مؤقتا، حتى لو كان إن ده أخوي أو أختي، حتى لو كان إن أنا كنت بره وما معيش فرشتي فاضطريت استلف فرشة أختي أو أخويا أو حد من أصدقائي. مشاكل اللثة ومشاكل التسوس والبكتيريا اللي بتسبب المشاكل دي كلها معدية، بمعنى ان هي ممكن لو في اسنان انسان معين هتعدي انسان تاني عن طريق استخدامه لنفس فرشة الاسنان. يعني فده شيء ما يصحش وغلط خالص. كل واحد لازم يبقى ليه فرشته الخاصة، محدش تاني يستخدمها ابدا مهما حصل. 6 نقطة، حشو الأسنان التجميلي اللي هو الحشو الأبيض. هل في ناس بتيجي تقول هل هو بيقع؟ لأن أنا ما بحبوش، وفي ناس بتبقى خدت تجربة قبل كده إن هو لا الحشو ده بيقع وكده. لا أوافق، الحشو ده ما بيوقعش ولا حاجة، خصوصا في الأيام ديت ظهرت أنواع كتير جدا جديدة. الحاجات ديت بتمسك كويس قوي وبتدعم الأسنان كويس قوي، يمكن أكتر من الأنواع القديمة كمان. والادهرنس بتاعها أو الالتصاق بتاعها للسنة مادام اتعمل بطريقة صح بيبقى عالي جدا. والديورابيلتي واللونجيفيتي بتاعتها يعني ان هي تعيش فترة طويلة بقت اعلى بكتير من زمان. فالحشو الابيض او التجميلي مادام اتعمل صح لا ما بيوقعش وبيستمر وهو كويس جدا وبيدعم السنة كمان كويس جدا. 7 نقطة، ناس كتير جدا وخاصة السيدات والبنات بيبقوا عايزين يركبوا الفينيرز بنظام الهوليوود سمايل، اللي هي بتبقى بيضة قوي، بيبقى يعني هي جاية طالبة اللون الأبيض والرصة اللي بالظبط، يعني تبقى لون أبيض وبتنور وتقولك أنا عايز الشكل ده الرصة دي. disagree، لا أوافق. الحقيقة ان موضوع الفينير ده كبير، وان شاء الله هتكلم عنه في سلسلة فيديوهات التبييض والتركيبات اللي هي الأمامية الفينيرز دي. لكن اللي عايزه اقول في الفيديو ده ان على فكره مش من الصح خالص ان لما اركب فينيرز علشان مثلا انا عايزه اغير سواء من شكل او لون اسناني القدامانيه وشكل ابتسامتي
ابتسامتي ان انا اركب اللون الابيض او الناصع ده، لانه لازم اللون يبقى مناسب مع لون بشرتي واللثه، ولازم يبقى ماشي ومتناسب كمان مع البيئه اللي انا جايه فيها. يعني مثلا الناس اللي في المناطق البارده بيبقوا غير الناس اللي في المناطق الحاره، الحاجات دي بتفرق. زائد كمان الشكل اللي هو ان هو يبقى مرصوص كانه زي ما كان بيقول لنا استاذنا تشيكلتس اللي هو زي لبان تشيكلتس، ده كان لبان قديم، جنب بعض كده كأن مكعبات بيضة جنب بعض. شكل سيء جدا ووحش جدا، واذا كان اتعمل زمان فهو لو تلاحظوا ما طولش. يعني دلوقتي في اي سمايل ميك اوفر، اي سمايل ديزاين، دلوقتي الشكل بيعتمد على حاجات كتير جدا، من اهمها ومن ضمنها شكل الوش، دائري، مربع، طويل، قصير، حاجة مليانة، رفيع. بيعتمد على برضو زي ما قلنا تفاصيل الفك مع المكان اللي هو جاي فيه. هل دي جاية من حتت اللي هي الناس بتبقى فيها الصغننين دول ورفيعين، ولا الأماكن اللي بيبقوا فيها أجسام كبيرة؟ الشخص نفسه سواء ست ولا راجل، لأن أسنان الست بتختلف عن أسنان الراجل، والأسنان نفسها الطبيعية اللي كانت موجودة، علشان لما أركب وأعمل سمايل ديزاين وأصمم الابتسامة الجديدة شكلها يبقى حلو وطبيعي على قد ما نقدر. لأن بالعكس الشكل الصناعي ما بيبقاش أبدا حلو. إن شاء الله نتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده أكتر في فيديوهات منفصلة. 8، في كتير بيبقوا بالذات في الميلز أو الرجالة يعني، بيقولوا أنا بدخن يا دكتورة، ومثلا لو عنده مشاكل التهابات أو كده فيقولك لا أنا بدخن وبستخدم على طول الفرشة والمعجون، بستخدم على طول الغسول باستمرار وما عنديش مشاكل. لو مثلا طلبنا منه ان هو يوقف تدخين ولو لفترة، وخاصة لو عنده مشاكل او كمان هيخلع ويعمل زرع او كده، في كتير بيعتقدوا ان التدخين لما اغسل معاه بالفرشة والمعجون باستمرار الاسنان واستخدم له غسول مش هيضر. disagree، لا أوافق. مهما غسلنا أسناننا بالفرشة والمعجون واستخدمنا غسول، مهما عملنا التدخين بيضر جدا، بيخلي نسبة تراكم البلاك على الأسنان أعلى بكتير من الغير مدخنين. في المدخنين التهابات اللثة بتبقى أعلى بكتير، والشفاء والالتئام من أي قروح أو التهابات بتبقى أقل. طبعا بتختلف من شخص للتاني، ولكن التدخين للأسف في حالات معينة لما الطبيب يطلب منك توقفه، زي حالات تركيب أو حالات بنعمل فيها أي نوع من أنواع علاجات اللثة، أو بنعمل خلع وهنعمل بعديه زرع، لازم نلتزم على قد ما نقدر بنوقف التدخين ولو للفترة دي، علشان فعلا مهما كانت في الفترة دي بنستخدم الفرشة والمعجون وبنغسل أسناننا وبنستخدم الغسول، برضو التدخين هيأثر سلبيا، ومش بس على صحة بقى الأسنان واللثة، لا هيأثر على العلاج كمان اللي بيتعمل وعلى نسبة نجاحه. 9، ناس كتير قوي بتقول انا جالي خراج وبعدين لما خدت المضاد الحيوي وراح الألم وخلاص الخراج مثلا كان وارم وفش وخف، انا خلاص وقفت المضاد الحيوي. disagree، لا اوافق. ما ينفعش ابدا توقف المضاد الحيوي من نفسك. المضاد الحيوي ما دام طبيب الاسنان وصفهولك يبقى هو اكيد وصفهولك لحاجه كبيره، وحتى لو كان الالم راح مع اول قرصين، وحتى لو كان الورم اللي كان حاسس ان هو مش بينيمك ومثلا كبير قوي وما الى ذلك خف وقل، لازم برضو تكمل كورس المضاد الحيوي، لازم تكمل الجرعة للآخر وبانتظام. موضوع المضاد الحيوي ده يا جماعة موضوع حساس وكريتيكال جدا، ولازم نلتزم بيه. وطبيب الأسنان ما بيوصفش مضادات حيوية غير في حالات نادرة وبتكون شديدة. غالبا المضادات الحيوية مش بتتوصف لمشاكل الفم والأسنان، فمادام اتوصف يبقى لازم نمشي عليه للاخر، حتى لو احنا لاحظنا تحسن او حسينا بتحسن. زائد لازم طبعا نكمل العلاج مع الدكتور. 10 نقطة،
في كتير بيبقوا يعني لما بيبقى أطفالهم، بنتهم ابنهم الصغير عنده مثلا مشكلة في ضرس أو سنة تسوس أو كسرت أو كده، بيبقى عندهم فكرة إنه يخلع أو يشيل السن أو الضرس المكسور أو المسوس. فيبقى دايما بتجيلك الأم أو الأب، بس غالبا بتكون أم، أنا عايزة أخلع لابني أو لبنتي الضرس أو السنة المسوسة دي أو المكسورة أو اللي بتوجعه لأي سبب، بدل مثلا ما لسه تحشيها او كده، علشان هي كده كده دي سنة لبنية، وهي بتبقى عارفة ان هي المفروض هيطلع غيرها سنة تانية دايما. لا اوافق، disagree. لا، ما ينفعش ان احنا نخلع ابدا سنة لبنية لمجرد ان هي حصل فيها نوع من انواع الكسر او ال- التسوس او اي نوع من انواع المشاكل اللي هي ممكن تحصل فيها، اتخبطت، حصل التهابات في العصب، اي مشكلة حصلت فيها ما ينفعش يبقى الحل بتاعها ان نخلعها، خاصة لو كانت السنة لسه قدامها فترة طويلة علشان يجي الميعاد بتاعها اللي تقع فيه وتطلع مكانها السنة الدايمة، لأن ده بيؤدي بعد كده لمشاكل كتير، وإن الأسنان بتتزاحم مع بعضها، وبعد كده بيخش في مشاكل، ومشاكل في التقويم، وفي إن الأسنان تطلع، يعني هو لا غنى عنها. هو في غنى عنها، سوري. لا، ما نخلعش ابدا ابدا سنه لبنيه قبل ميعادها، خاصه لو بقى على ميعادها كتير زي ما بنقول، لمجرد ان في سنه تانية هتطلع مكانها. السنه التانية ممكن ما تعرفش تطلع مكانها، ممكن تقفل المسافه دي بسنتين يميلوا على بعض. ممكن نتكلم ان شاء الله عن الموضوع ده اكتر بالتفصيل في فيديوهات تانية عشان ما نطولش اكتر من كده، لكن ما ينفعش نخلع سنه لبنيه قبل ميعادها الا لو ملهاش حل انها تتحشي او تعمل عليها تركيبه او اي حاجه غير انها تتخلع. طيب، 11 نقطة، رقم 11. في ناس بتسأل عن طرق التنظيف للرضع مع أول سنة بتطلع، بتبقى جاية الأم بتسأل إيه نضفها لها إزاي أو أنضفها له إزاي. ممكن تكون سنة صغننة بس بتبقى الأم مهتمة جدا تنظفها وعايزة تعرف إزاي تنظفها وتحافظ عليها. أجري، أوافق، أنا أوافق جدا على الموضوع ده. اهتمام الأم ووعيها بأسنان طفلها، حتى لو كان لسه رضيع، بتنبت له الأسنان أو بتنبت لها الأسنان، دي حاجة حلوة جدا وصح ومهمة. وأنا أحيي أي أم بتدور من الفترة دي علشان تهتم إزاي تنظف صح أسنان البيبي بتاعها من دلوقتي، واشجع على كده، وان شاء الله نتكلم عن ده برضو بالتفصيل اكتر في فيديوهات تانية، لان في طرق كتير جدا ننظف بيها اسنان الرضيع. وعلى فكره الرضع مهم جدا ننظف لهم اسنانهم، لان حليب الام من الحاجات اللي بتسبب تسوس جدا عالي جدا، وان شاء الله نتكلم على انواع التسوس دي ومشاكله في فيديوهات منفصله. رقم 12 او اخر نقطه معانا، هي لما بتجيلنا مثلا واحدة برضو أم تقول ابني الصغير بيستخدم نفس المعجون اللي احنا بنستخدمه، وهي بتتخيل ان هي كده بتوفر له احسن معجون. انا مثلا بستخدم سنسوداين وده افضل حاجة ومريحني، وهو بيستخدمه بس مثلا هو بيكرهه او مش مريحه، او برضو رغم كده بيسوس. لا أوافق، disagree. لا، الطفل ما بيستخدمش أبدا معجون أسنان البالغين. الطفل بيستخدم نوع خاص من معجون الأسنان غير اللي بيستخدمه البالغين، مش بس علشان الطعم وعلشان التاني بتاع البالغين بيبقى ليه ريحة أو طعم الطفل ما بيحبوش، لا، لأن كمان نسبة الفلورايد اللي بتكون موجودة في معجون أسنان الأطفال غير اللي بتكون موجودة في معجون أسنان البالغين. وبرضه نتكلم إن شاء الله التاني عن الموضوع ده في فيديو منفصل بالتفصيل، لكن من المهم جدا إن الأطفال يغسلوا أسنانهم بفرشة خاصة بالأطفال ومعجون خاص بالأطفال. وطبعا طبيب الأسنان، سواء كان طبيب الأسنان العام أو طبيب أسنان المتخصص للأطفال، طب أسنان الأطفال، هو اللي بيحدد نوع الفرشة والمعجون لكل طفل. وطبعا الرضع بيبقى ليهم طريقة تانية خالص، وبرضه إن شاء الله نتكلم عن الكلام ده في فيديوهات منفصلة. بس ده كان الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وانبسطتوا. اي سؤال او استشاره اكتبوا لي تحت في التعليقات وارد عليكم فورا. ما تنسوش تدعموني، اعملوا سبسكرايب للقناه، دوسوا على كلمه سبسكرايب او اشتراك اللي بالاحمر، هتلاقوها هنا او هنا،
ولايك للفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي. تابعوني على انستجرام وفيسبوك، هتلاقوا اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس او صندوق الوصف. وان شاء الله اتمنى لكم بس ما احلى دايما. باي.